صباح الخير يا عم الحاج. ايه ده؟ هو انت يا ترى جاي تنصب عليا المره دي كمان؟ انا جاي اصبح عليك يا معلم رشدان واشتري منك كمان. صباح السكر يا عيون عمك الحاج، أأمرني. خد ال 200 جنيه دي وهات اي حاجه بجنيه. اي حاجه يعني ايه؟ عايز لبان، ارواح، كيس مناديل؟ تمام، كيس مناديل. بس انا شايف كيس مناديل في جيبك قميصك اهو. هات واحد تاني يا عم عادي. ليه يا حبيبي؟ انت رايح تفطر مع الفنان مصطفى كامل؟ ايه يا عم انت هتعمل معاه تحقيق ولا ايه؟ مش تحقيق ولا حاجه يا ابني، بس انا عايز اقول لك انك مش محتاج مناديل، انت عايز تفك ال 200 جنيه دي صح؟ صح. وطبعا قلت لنفسك انها خنزر عليك وهقول لك معيش فكه، مش كده؟ كده. فقلت تاخدها من قصيرها وتشتري اي حاجه بجنيه عشان تاخد الباقي. هعمل ايه بس يا معلم؟ انت رابع واحد عدى عليه النهارده ما يرضاش يفكلي. في نظريه في علم الماركتينج بتقول ان العميل لو شاف معاك تجربه سيئه بيحتاج قصادها 11 تجربه كويسه عشان يمسح الصوره القديمه. يعني ايه يا بروفيسور عزبة النخل؟ يعني قصاد الاربعه اللي مرضيوش يفكولك انت محتاج 44 واحد محترم وابن حلال زي يفكلك عشان ثقتك ترجع لك في الناس. انت كبرت الموضوع كده ليه يا حاج؟ الموضوع سهل. الموضوع كبير يا ابني صدقني، بس الانسان جوه العالم بتاعه ده صغير. صغير ازاي؟ جوه العالم بتاعه صغير، الانسان صغير. تجربته محدودة جدا. مسكين مضطر يحكم على الكل قياسا على الجزء. يعني ايه يا بابا الحاج؟ واحد قاعد على سفرة عليها 500 صنف مستحيل يقدر يدوقهم كلهم، هيعمل ايه؟ هيدوق 4-5 اصناف منهم وهيقنع نفسه ان الباقي نفس الطعم. يا سلام. انت متجوز يا ابني؟ خاطب يا بابا الحاج، بس سبتها اهرامات خطيبتي، انت نسيتها ولا ايه؟ اهرامات؟ انت خاطب اثار ولا ايه؟ طب سبتها ليه؟ قفشتها بتحب ابن خالها. طب وخطبت بعدها؟ وسبتها يا بابا الحاج. سبتها ليه؟ طلعت فيجيتيريان. اكيد بقى خطبت التالتة. لا طبعا، هو بعد اللي انا شفته ده اثق في اي ست تاني؟ وقعت على حجري، هو ده بالظبط اللي عايز افهمهولك. 2 ستات خلوك تفقد الثقة في أكتر من 4 مليار ست حوالين العالم. تفتكر ليه؟ عشان أنت إنسان تجربتك محدودة، محتاج تتجوز 22 ست ويطلعوا كويسين عشان ينسوك الاتنين الوحشين، وطبعا ده مستحيل. طب وهيحصل إيه؟ هتعيش فاقد الثقة في كل الستات، أحكام معلبة جاهزة، كل الستات وحشين وخلصنا. أنت عايز تقول لي إن أنا دماغي ناشفة؟ وده مش حقيقي يا عم الحاج. بالعكس ده حقيقي، بدليل انك مصمم تقول لي يا عم الحاج. وفيها ايه لما احترم سنك يعني؟ فيها انك افترضت ان انا مسلم بناء على انك عايش في بلد اغلب سكانها مسلمين، حكمت من غير ما تعرف الحقيقة. ايه ده؟ لا مؤاخذة يا مقدس، طبعا انت عارف اللي كلنا واحد في وطن واحد. انت اسمك ايه عشان اناديك بيه؟ عمك محمود رشدان غباشي. يعني اشتمك؟ انا حبيت اديك اكزامبل بس مش اكتر. بس انا برضو شايف ان الناس نفوسها وحشة. لو لبستك نضارة عدستها حمراء هتشوف كل حاجة حواليك لونها أحمر، ولو لبستك نضارة لونها أخضر هتلاقي نفسك وقعت في غيط برسيم. صح، أنا لو لبست نضارة قراءة أشوف الحروف كبيرة. ما تجودش على المثل بتاعي ياض، اللي أقصده إنك حاطط سوء النية قدامك فشايف كل الناس وحشين. طب أعمل إيه إذا كانوا وحشين؟ افتح صدرك. حاضر أهو. إيه ده؟ اقفل يا بهيم، انت بتعمل ايه؟ انت بتقلع هدومك ليه في الشارع؟ يخرب بيت غبائك. مش انت اللي قلت؟ انا قصدي مجازا، افتح صدرك للحياة وجرب، مش هتخسر حاجة، والضربة اللي ما بتموتكش بتقويك. ولو اتخزوقت؟ مفيش عمارة عالية بتقوم من غير خوازيق، اقع وقوم وقع وقوم. اتعامل مع الناس بحسن نية لحد ما يثبتوا لك العكس، وإلا مش هتعرف تعيش ولا تستمتع بحياتك في سنينك السودة دي. كلامك كل عبر واستوعاظ. طب وحياتك فكيلي ال 200 جنيه دي بقى. اتفضل، ادي 199 ونص. انت خدت نص جنيه ليه يا حاج؟ ضريبة فكة يا عيون عمك الحاج، مش احسن ما كنت تشتري كيس مناديل بجنيه؟ انا وفرت عليك نص جنيه يا حاج. دي انت خليتني ارجع اثق في الناس. ليه كده يا بسيوني؟ ده انا اتغيرت علشانك. بسيوني يا ابني، مش كل درس في الحياة لازم يكون معاه هوم وورك. اهو ده الهوم وورك بتاعك، عايزك تفضل تثق في الناس بعد الحركة الواطية اللي انا عملتها معاك. اوكي يا حاج، انا كمان بقى عايزك ترجع ثقتك في الناس بعد الحركة الواطية اللي عملتها معاك. حركة ايه؟ ال 200 جنيه اللي معاك مزورة. مزورة؟
خد يالا خد يالا خد ياض عتريس ياض، خد ياض يا ابن الحراميه، خد يالا وديني ما انا سايبك.